لدينا اليوم 4 مواضيع رئيسية سوف نتناولها بالتحليل والنقاش المفيد كما عودناكم. النقطة الأولى وتتعلق بالفوز الباهر الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الإيراني في إطار كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، حيث أننا رأينا هشام دقيق ووليداته فعلوا الأعاجيب واستطاعوا أن يعيدوا إلينا الأمل وإلى كامل الجماهير المغربية التي كانت قد تسرب إليها بعض اليأس وبعض إذا شئتم القول بعض عدم الثقة في النفس، خاصة بعد الهزيمة أمام البرتغال التي كانت في الحقيقة هزيمة غير متوقعة. المغرب أعاد إلى الجماهير الثقة من خلال انتصاره على المنتخب الإيراني. في النقطة الثانية سوف نناقش مسألة غريبة نوعا ما، إذ أن الجزائر عند مباشرة بعد الانتصار الذي حققه المغاربة على الإيرانيين تم فرض الفيزا على المغاربة، وكأن الأمر جاء وكأنه رد فعل على ذلك الانتصار، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن نظام الكابرانات تلقى الصفعات تلو الأخرى، صفعات دبلوماسية من المغرب، خاصة إذا رأينا أن هناك دولتان جديدتان اعترفت بالحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لحل مشكل الصحراء المغربية المفتعل في إطار السيادة المغربية. النقطة الثانية التي سنناقشها في هذا البث هي اعتراف هاتين الدولتين كما قلنا. والنقطة الرابعة التي سنناقشها في هذا البث المباشر تتعلق بصراع وسباق جديد بين المغرب وإسبانيا على الصين، إذ أن الصين تبحث لها عن منصة لكي تصدر منتوجاتها وتصنع منتوجاتها إلى الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأوروبية المشتركة والسوق الأمريكية، وهي تبحث لها عن منصة من خلالها يمكنها أن تصدر سلعها وأن تصنع أيضا سلعها وتصدرها إلى العالم. إسبانيا والمغرب تتسابقان وتتصارعان لكي توفر للصين هذا المبتغى وهذا التي يحتاجه الصين، فإسبانيا تحتاج إلى أن تعود إلى الصناعة بعدما أن فقدت الكثير من إمكانياتها الصناعية. تحاول أن تعود إلى الصناعة، وخاصة الصناعة الأكثر تقدم، الأكثر تكنولوجيا والأكثر رقمنة. وأين توجد هذه الصناعة؟ توجد لدى الصين، ولذلك هي تحاول أن تستقطب المستثمرين وتستقطب الصين كاملة إليها وتعرض عليها أن تمثل لها منصة للتصنيع والتصدير والدخول في الدينامية الاقتصادية التي يعرفها العالم. المغرب بدوره كان قد حقق خطوات أكثر من إسبانيا، وكان قد وقع مع الصين عدة اتفاقيات تمكن الصين من الاستثمار في المغرب وتحويل المغرب منصة للصناعات الصينية وللسلع الصينية حتى تصبح منصة للتصدير وغزو الأسواق الأوروبية والأمريكية. وذلك ما شاهدناه، إذ أن شركة عملاقة لصناعة بطاريات السيارات استثمرت مبالغ ضخمة في المغرب، وخاصة في قرب مدينة القنيطرة، والمصنع في طور الإنجاز، وكان المغرب سبق بأشواط إسبانيا على هذا المستوى،
وهو يوفر للصين كل ما تحتاج إليه، إذ أن المغرب لديه اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا، والصين تحاول أن تستثمر هذا المعطى لصالحها، لأن الصين نفسها معرضة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، وهي بذلك غير قادرة على التصدير مباشرة وتحتاج إلى منصة لأجل هذا الغرض وفر لها المغرب هذا المبتغى. هذا أخوكم إدريس السايب، وهذه الحلقة سنتناول من خلالها هذه النقط الأربعة، فمرحبا بكم. بداية يجب أن ننوه بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي أمام نظيره الإيراني في ثمن نهاية كأس العالم لكرة القدم داخل القاعات، حيث رأينا أن المغرب استطاع أن يحقق بطولات، أن يحقق إنجاز كبير أمام إيران، وخاصة بعد الإخفاق أمام البرتغال، بحيث أن المغرب لم يقدم المباراة التي كان تنتظرها الجماهير المغربية، واستطاعت البرتغال أن تفرض إيقاعها وتسجل إصابات وتسجل 4 أهداف في المرمى المغربية، وظهر هناك ارتباك واضح على عناصر المغربية، وظهر منتقدون للكرة المغربية، وظهر منتقدون لهشام دقيق، هذا الرجل الذي يجب أن نرفع له القبعة، فالرجل بدأ من الصفر. لم يكن المغرب ينافس في هذه اللعبة كرة القدم داخل القاعات، لم يكن ينافس إفريقيا وأصبح بطلا وحصل على اللقب 3 مرات متتالية، لم يكن ينافس على المستوى العربي أيضا وحقق هذا اللقب أيضا 3 ألقاب متتالية، والآن هو ينافس على المستوى العالمي. وفي كأس العالم الأخيرة في ليتوانيا سنة 2020 استطاع المغرب أن يصل إلى ثمن النهائي، ولم يقصى إلا من خلال البرازيل، والبرازيل معروف أنها دولة قوية في هذا المجال. اليوم ظهرت هناك أصوات تنتقد هشام دقيق وتقول بأنه أكثر من المباريات الإعدادية، وبأنه لا يتصرف وفق ما تفرضه ظروف المباراة، وكثر اللغط وكثر الكلام، وظهر منتقدون وظهر أناس يفهمون في هذه اللعبة، ولكن الحقيقة قال أن هشام دقيق كان يدري ماذا يفعل، وهو كان قد حقق التأهل إلى ثمن النهاية، لذلك لم يكن يركز على مباراة البرتغال. جاءت مباراة إيران لكي يبين هشام دقيق بأنه الأفضل في على هذا المستوى، وبأنه يكتنز خطط ودراسات، والرجل له باع كبير في هذه اللعبة، واستطاع أن يغلب الإيرانيين الذين كانوا مرشحين للتأهل إلى الربع. والمغرب كان قد فقد 4 لاعبين من البيليي ديال الفرقة، من أساطير الفرقة، من أعمدة الفرقة، 4 لاعبين، وكأنك تتحدث عن فريق، لأن أصلا فريق كرة القدم داخل القاعة يتكون من 5 لاعبين، وإذا فقدت 4 فأنت فقدت فريقا بأكمله. هشام دقيق تعامل مع هذه المعطيات، وتعامل مع القوة التي تتمثل في المنتخب الإيراني. الآن أولئك الذين كانوا ينتقدون هشام دقيق الذي خسر أمام البرتغال ب4-1 الآن يقللون من هذا الإنجاز، حيث استطاع المغرب أن ينتصر على إيران. يجب أن نعلم بأن إيران في هذه اللعبة بالأخص هي دولة قوية، آسيا كلها قوية في هذه اللعبة. إيران استطاعت أن تربح 13 لقبا آسيويا في هذه اللعبة، والفرق الآسيوية كازاخستان وإذربيجان وإيران هي الأقوى على مستوى العالم، وآسيا قوية على إفريقيا في هذه اللعبة. يجب أن نعترف بهذه القضية، لأن ربما الدول الآسيوية
لديها ظروف طبيعية معينة كالثلوج، ولذلك فاللاعبين والأطفال يهربون من الصقيع ومن الثلوج ويذهبون إلى القاعات ويتدربون الكرة. ومن هنا جاء اهتمام هذه الدول بكرة القدم داخل القاعات، لأنهم بدأوها من الصفر وتعلموها في القاعات هروبا من الثلوج. لذلك لا يلعبون جيدا في كرة القدم ديال 11 وأتوا إلى القاعات هربا من الظروف الطبيعية. هذا هو المعطى الذي جعل آسيا تتفوق في هذه اللعبة، وآسيا تتفوق على إفريقيا بأشواط على مستوى هذه اللعبة. عندما رأينا المنتخب المغربي يشارك في بطولة إفريقيا للكرة القدم داخل القاعات، ورأينا الفريق المغربي يفوز بالعشرة وبال11، ظننا بأن المغرب قريب من كأس العالم، لكن الحقيقة يجب أن تقال بأن كأس العالم ليس هو كأس إفريقيا، وإفريقيا ضعيفة جدا على مستوى الفوتسال. العالم هناك دول كبيرة قوية في هذا المجال كإيران، كأذربيجان، ككازاخستان. يجب أن نشير إلى أن البرتغال التي هزمتنا بال4-3 وهزمت بنما بال10 هي نفسها لم تستطع أن تتأهل إلى الربع، وأسقطتها دولة من آسيا وأقصتها. أيضا إسبانيا أقصيت من هذا الدور من طرف دولة آسيوية. أيضا المغرب الوحيد هو الذي استطاع أن يقصي دولة آسيوية هي إيران. لذلك يجب أن لا نقلل من هذا الإنجاز الذي حققه المغاربة في بطولة العالم للفوتسال. هو إنجاز كبير جدا، ويجب أن نبارك لهم وأن نشجع لهم وأن نرفع القبعة لهشام دقيق وللفريق الوطني، لأنه يلعب ناقص من 4 لاعبين بل 5 لاعبين. ورغم هذا الخصاص لكن اللاعبين الذين يدخلون إلى رقعة الميدان يلعبون ويعطون أكثر من جهدهم، ورأينا ذلك في مباراة إيران. اللاعبون يساهمون، يساندون، يدافعون، وقدموا مباراة رائعة. رغم أن المغرب لم يلعب أمام إيران وحده، المغرب لعب أمام إيران ولعب أمام الجمهور ولعب أمام التحكيم. هذا التحكيم الذي أراد أن يعيد إيران إلى اللعبة بشتى الطرق، حتى انتهت المباراة وبقي ثانية أو ثانيتين فقط، لكن الحكم بقدرة قادر طلب إعادة اللقطة وأمر بضربة جزاء خيالية من نسج خياله كما يقال، وهي محاولة يائسة منه لكي يعيد إيران إلى المباراة. لا، وأعطاهم ضربة جزاء في طابق من ذهب، لكن الأقدار لديها رأي آخر، فحتى هذه الضربة لم يستطع الإيرانيون تسجيلها. حتى حارس المرمى المغربي النبية لم يتصدى للكرة وبقي واقفا، لكن الكرة ضربت في العارضة ورجعت، وكان بذلك الانتصار للمغرب. وتابوت على طاقم تحكيمي أن ليس هذا فقط، طاقم تحكيمي لم يكن فقط أعطاهم ضربة جزاء خيالية، بل أكثر من ذلك، فكانوا يسرقون بعد الثواني في كل توقف للكرة، كانوا يسرقون ثانية أو ثانيتين، وتراكمت إلى أن زادوا المباراة حوالي 30 ثانية. والمباراة كان من المفترض لو حسب الوقت بشكل صحيح أن تنتهي قبل ذلك التوقيت ب30 ثانية، لكن التحكيم يفعل أفاعيله وحاولوا أن يعيدوا إيران إلى المباراة، لكنهم لم يستطيعوا، والمغرب تمكن من التأهل إلى دور الربع، وهو بذلك حقق انتصارا يجب علينا أن نعترف بأنه انتصار مهم
انتصار يحقق لنا شيء لم يكن تحقق من قبل، فهذا الإنجاز هو إنجاز غير مسبوق. وهشام بقيق هو الأفضل على هذا المستوى. هشام بقيق رجل المرحلة، رجل المناسب في المكان المناسب، ويجب أن نصفق له وأن نتمنى له التوفيق. والآن الفرص مفتوحة أمام المغرب لكي يحقق أبعد نقطة ممكنة في هذه المشاركة بكأس العالم، ولما لا لعب النهاية، وهذا ما نتمناه. وربما الفوز باللقب وسقف انتظاراتنا أصبح مرفوعا، لا نمارس أي ضغط على السي هشام بقيق، ولكننا نحلم، من حق المغاربة أن نحلم بكأس العالم في الفوتسال، ومن حقنا ذلك لأن لدينا فريق قوي رغم الخصاص يقاتل. لديه مدرب ذكي، مدرب متمرس، مدرب يعلم ويعرف كيف يحقق الفوز، وهو في طريقه إلى الانتصار وفي طريقه إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق.